في الفيديو ده هشرح معاكم كذا تريكه في لايت موشن قادره انها تسرع من شغلك، وكمان هتخلي شغلك احترافي بنسبه 100%. ولو انت لسه بتتعلم لايت موشن فانا وفرت ليك كورس لايت موشن مجانا، هتلاقيه تحت في الوصف. وقبل ما نبدا يا ريت تصلي على النبي في الكومنتات وتعمل لايك، ولو مش مشترك اعمل اشتراك عشان تشوف كل جديد. وبس كده، وعلشان مش هطول عليكم يلا ندخل على الشرح. بعد ما بتكتب الكلمه اللي انت عايز تعمل لها التاثير، هتدوس على الطبقه وبعدين تدوس على التاثيرات، تضيف التاثير وتبحث عن تاثير مباعد نص ده. نخلي الأولى دي 25، بعدها نيجي نضيف تأثير كمان اللي هو تحويل النص. ندوس على النص، تحويل النص، إعدادات القياسية، ونيجي ندوس على التأثير، نطاق، ونيجي عند إنهاء ونخلي إنهاء ديت نخليها 20، ونضيف كي فريم في البداية وكي فريم في النهاية. بعدها نيجي مثلا هنا كده نضيف كي فريم تاني ونخليه 100، ونيجي برضو هنا كده مثلا شوية ونضيف كي فريم ونخليه 100. تمام. بعدها نيجي ننزل عند تحويل ونيجي عند دي هنخليها حرف، هي حرف ماشي، وعند ألف دي هنخليها 1000 كده. وبعدين نيجي عند دي ونخلي دي 100 ودي سالب 100، وننزل تحت عند دي نفعلها. وبعدين نيجي عند السرعة دي وندوس عليها ونحط كي فريم في الأول ونخليه 0 زي ما هو، ونيجي في الآخر نخليه 10. تمام. بعدين نيجي نجيب تأثير تحديد كمية الوقت دوت ونخليه 15. تمام. بعدين نيجي نضيف تأثير توهج ناعم، نخلي الأولى دي 65 والتانية 120 ودي 50. وهنخلي اللون، نختار اللون اللي احنا عايزينه، أي لون احنا عايزينه، ونخلي المزيد دي نخليها 100، ونخلي دي 100 ودي 100 وبس كده. وكده يكون التأثير اتعمل معانا. هنيجي بقى نضيف، ندوس على الطبقة وندوس تحريك وتحويل وندوس على دي ونضيف كي فريم في البداية ونضيف كي فريم في النهاية ونكبر شوية عشان تكون معانا بالشكل دوت كده، تكون تبدأ تصغر وتكبر. ولو عايزين نضيف عليها برضو جراف، شكل جراف عادي. اول حاجه بعد ما نضيف الايكون بتاعتنا هندوس على الطبقه بتاعتها، تاثيرات، اضافه تاثير، ونبحث عن مفتاح كروما او نيجي عند القناع دي هنلاقي اللي هو مفتاح الكروما دوت. وبعدين نخلي اللون ابيض. وبعدين هنيجي نبحث عن التاثير دوت. هو التاثير دوت موجود في افتر موشن بس دوت. بعدين هنيجي عند اللونين هنخلي اللون الاول ابيض واللون التاني اللون الازرق او اي لون انت تحبهم. بعدين نيجي نضيف تأثير مجسم مشطوب، مجسم دوت فعليه. هنخلي الاول دوت 12. وبعدين نيجي نبحث عن تأثير دروب شادو بلس اللي هو الاولاني دوت، اضافة التأثير. ندخل هنا ونختار اللون، مثلا نخليه اللون ابيض او اللون الازرق او اي لون احنا حابينه. وبعدين هنيجي عند دي نخليها 0 وبس كده، اضافة التأثير. وبعدين نبحث عن ظل طويل دوت، ندخل الاول دوت هنخليه 52. وهنخلي اللون، هنخليه نختار اللون دوت، ده الراوند بتاع اللون اللي هو شباك 4 4 4 6 أربعات. وهننزل عند ألفا دي هنخليها 13.5. وتلاشي هنخليه 100. وهنبحث عن تأثير طاقة الحواف.
دوت، ونعلي الاولاني على الاخر دوت، تاني هنعليها على الاخر، والتعبئة على الاخر برضو، وطمس ديت هنخليها 95، واللون دوت هنخليه ابيض، ودي النتيجة. والتركية اللي بعد كده، لو احنا عندنا اشكال زي ديت وعايزين نرتبهم يكونوا في ريح بعض بالظبط، هنعمل ايه؟ هنيجي نختار كل الطبقات اللي احنا عايزين نرتبهم يكونوا في ريح بعض، وندوس على السهم الصغير اللي فوق دوت، وبعدين هنختار الاولى دي، وبكده يكونوا هما في ريح بعض بالظبط. لو احنا عايزين نشدهم نحددهم كلهم مع بعض، ونضغط السهم ونعملهم في مجموعة واحدة، ونشدهم عند اي مكان، نظبط مكانهم كده تحت مثلا. وبعدين لو عايزين نفك المجموعة تاني هنضغط على التلات نقط اللي فوق ونعمل فك التجمع. بس كده. اول حاجه هتعملها هتضيف صوره الورقه دي، لو عايزها هتلاقيني سايبها لك في التليجرام، وهسيب لكم الرابط تحت في الوصف. وتضيف الصوره التانية اللي انت عايزها تكون جوه الصوره، وبعدين هتعملهم هما الاتنين في مجموعه، تحددهم وتضغط على دي، وبعدين تيجي تدوس على المجموعه تأثيرات، اضافه تأثير، وتبحث عن التأثير ده، اسمه التفاف الصفحه القياسيه، وهتيجي عند التقدم ديت في الاول وهتخليها 113، وتضيف كي فريم، وتيجي تحرك 40 فريم، وتخلي الكي فريم التاني دوت 5. بعدين هنيجي عند نصف القطر ديت ونخليها 145، بعدين هنيجي عند الزاوية ديت ونخليها 63، وهننزل عند 1000 دي ونخليها 18، وطمس ديت هنخليها 20، وانزل عند ظهور الطبقة اللون دوت، هنختار اللون ده الكود بتاعه، وهنخلي 1000 ديت 85، وننزل عند تلميع، اللون هيكون ابيض والشاشة ماشي زلز 80 ماشي. بعدها نضيف التأثير تاني، ندوس على التأثير، ونيجي في الأول هنا نضيف كي فريم ونخليه 0، وبعد 30 فريم هنضيف كي فريم ونخليه 35، ودي هنسيبها 100 زي ما هي، ودي 38. تمام، كله تمام. وننزل عند إظهار ديت ونختار اللون دوت، بعدها نيجي نضيف التأثير دوت، وهنخلي دي 5، وهنيجي عند الأولى ديت نضغط عليها ونضغط كي فريم ونخليه 15، وهنيجي في الآخر ونخليه 330، وبعدين هنيجي نخلي دوت 42، وبس كده، ودي النتيجة. علشان تعمل تمديد للنص بتاعك هنيجي ندوس على طبقة النص، وبعدين ندوس على التأثيرات، إضافة تأثير، ونيجي ندخل على دي، ننزل تحت وهنختار جزء ممتد ذات قياسية، ونيجي عند تمديد ديت هنخليها 0، وهنيجي عند الإزاحة دي هنحرك الخط الأحمر دوت، نخليه مثلا لو حطيناه هنا يبقى التمديد هيبدأ من أول هنا كده، نخليه هنا كده مثلا، ونيجي بقى عند تمديد دي وندوس نقف عليها، وبعدين ندوس كي فريم، ونيجي نمدد النص بتاعنا زي ما احنا عايزين لغاية هنا كده مثلا، وبس. وتيجي تدوس على الجراف، ولو عايز تعمل شكل الجراف هيكون ده النتيجة. أول حاجة هتيجي تضغط على الزائد وتختار الإعدادة دي،
وتيجي تبدأ ترسم الشكل دوت. الطريقة دي. بعدين تيجي تطلع تدوس الحدود والظل، تفعل دي وتخليها مثلا 8، وتغير اللون للون دوت. تيجي تطلع تختار دي تطلع خالص اللون وتتابعها وتختار دي. بعدين تيجي تدخل على تحرير النقط دي، وتيجي عند النقطة التانية وتدوس على دي، النقطة التالتة تدوس على دي، النقطة الرابعة لحظة، النقطة الرابعة تضغط على دي، والنقطة برضو الخامسة تضغط على دي. بعدين تيجي تطلع تخش على تحريك وتحويل، وتيجي تدوس على دي وتفصل دي، تدوس على دي برضو وتحرك كده مثلا. ولو عايز تكبرها وتصغرها كده بالشكل دوت كده. لو عايز تغير اللون من هنا تخش على التأثيرات، اضافة تأثير، وتيجي عند الرسوم والحواف تختار تقدم الرسم، ارسم بالتدريج، وتدوس على انهاء ديت بعد الاتنين فريم بعيد عن شوية عن بعض. تخش على الجراف وتشد دي شوية. بعد ما تضيف الصورة اللي انت عايز تشتغل عليها، تيجي تضغط على الزائد، تختار مربع، وتيجي تدوس على 3 نقط اللي فوق وتعمل املاء منطقة التكوين، وتكبر المربع شوية صغيرين تانيين برضو. بعدين تيجي تخش على التأثيرات، اضافة تأثير، تعمل نسخ الخلفية. وبعدين تخش على التأثير التاني، تخش على ضبابي، تنزل تحت وتجيب التأثير دوت. وبعدين هتيجي تقلل ديت، تخليها من 5 ل10 براحتك، بس انا بحب مثلا اخليها 8. بعدين هتيجي تدوس اضافة تأثير تاني، تخش على ضبابي برضو، تيجي تنزل تحت، تجيب تكبير التمويدي إضافة قياسية، وبرضو الرقم 15 دوت قلله برضو من 5 ل15. حلو، خليها 13. وبعدين هنيجي نجيب الصورة دي، هسيبها لكم برضو في التليجرام. هنخش على خلطة تعتيم، تفتيح شاشة، ولو مظبطتش هتخش على إظلام، بعدين مضاعفة دي، وبس كده. بعدين تيجي برضو تخش على خلطة تعتيم وتقلل دي شوية براحتك، وده هيكون الصورة. لو عايز تضيف نص، هتيجي تضيف النص اللي انت عايزه، مثلا نكتب حمو ايديت، ده شكل النص، بس عشان النص فوق التأثير، فلو احنا جينا نزلناه تحت الطبقة هيكون كده بالشكل ده. بس احنا مش عايزين ديت تكون فوقها، فننزل دي كده ونخليها كده الترتيب ده، ده يكون شكل النص. ولو جينا دوسنا على مستطيل تاني وجينا عند تكبير التمويدي وصغرنا الرقم بتاع 12، النص هيبان معانا بشكل اوضح، فاحنا ممكن نخليه 7 بس كده. اول حاجة نكتب الكلمة اللي احنا عايزينها، نظبطها ونختار الخط واللون، ونعمل لها ظل، نكبرها. بعدين تاني حاجة نيجي نضيف مربع، نصغره على قد الكلمة كده بالظبط، ونخلي المربع تحت الكلمة، ونغير لون المربع اللي احنا عايزينه. بعدها نيجي نضيف دايرة، نخش على التحريك والتحويل، ونصغر الدايرة دي نخليها 24، نخلي لونها أبيض، نزلها تحت هنا شوية. بعدين هنيجي نجيب مربع زي دوت، وندخل على تحريك الشكل، ونخلي اللي فوق 4، ونخلي التانية دي 66، وهننزل المربع دوت تحت هنا كده على الشكل بالظبط، ونخليه أبيض برضو يكون بالشكل دوت، ونعملهم هما الاتنين في مجموعة واحدة. وبعدين نفعل مجموعة الظل يكون بالشكل دوت، ونحطه هنا كده، نخليه بالظبط دي تبقى فوق دي كده بالظبط. بعدين هنيجي ندوس على الطبقة اللي هي بتاعت المربع البنفسجي، ندوس على التأثيرات، إضافة تأثير، ونجيب تأثير مسح، ونيجي نخلي الأولى ديت كده نخليها 100، ونضيف كي فريم، ونيجي في الآخر مثلا هنا كده نخليه 0، ونضيف كي فريم تاني ونخليه 0 بالشكل دوت. ونعمل الجراف دوت شكل الجراف دوت، وناخد الجراف نسخ،
وبرضه هنيجي عند الطبقة دي هنخش على التحريك والتحويل وهنضيف كي فريم، وهنيجي عند الفريم برضه اللي هو واقف عنده دي كده، ونشد لغاية الآخر هنا كده، وبعدين نضيف شكل الجراف اللي احنا نسخناه نعمله لصق، وبس كده. ودي النتيجة. أول حاجة هنضغط على الزائد وندخل على النص ونكتب العدد اللي احنا عايزين الرقم يعدل له، يعني مثلا نكتب 5000 ونظبط النص، نختار الخط واللون كل حاجة، نخلي لونه أبيض، نكبره شوية، وبعدين نيجي نخش على التأثيرات، إضافة تأثير، ونيجي عند النص عد التصاعدي والعد السريع، هيكون معانا بالشكل دوت، هيعد لغاية 5000. ازاي بقى نغير اللون؟ نخش على اللون، عايزينه مثلا يبدأ باللون الأحمر، نضغط على اللون الأحمر ونضغط كي فريم، ونيجي دي ثانيتين، فهنيجي عند ثانية ونضيف كي فريم ونخليه لون أصفر، ونيجي في الآخر ونخلي الكي فريم الأخير لون أحمر، أو أي لون انت حابه يوصل له، يعني أزرق أو أحمر، بس أنا بخليه أخضر، هيكون كده تمام. ولو احنا جينا وحابين قبل نوقف مثلا هنا كده، ولو احنا جينا مثلا حابين ان احنا نزود من الرقم دوت بس نخليه يقف مثلا ثانية او نص ثانية، مثلا عايزينه يقف لغاية 5000 ويبدأ من اول هنا، نخش على التأثير بتاع العد تاني ونيجي هنا ونضيف كي فريم كده، الحتة ديت مفيهاش حركة، فال 5000 هيفضل واقف، ونيجي نزود لغاية ما احنا عايزين مثلا 10000، ونزود دي سنة صغيرة، هيكون بالشكل دوت. وقف، كمل، تمام. ولو احنا عايزين نغير اللون برضو هنيجي نشد دي للاخر ونخلي دي في النص هنا كده زي ما احنا عايزين. ولو احنا عايزينه يرجع لصفر، بدل ما هنشد الكي فريم التاني دوت ونخليه للاخر، هنصغره على الاخر خالص كده. لا هي كده هيكون هنخليه صفر بس كده اهو. بس اول حاجه هتيجي تضيف مربع او دايره او اي حاجه انت عايز تعمل عليها الشكل وتعمله بالمقاس اللي انت حابه، بعدين تيجي تجيب الحدود والظل وتفعل دي وتخلي ديت مثلا 8، وبعدين تيجي عند اللون بتاعها وتختار ديت عشان تشيل اللون، وبعدين تخش على التأثيرات تضيف التأثير وتخش على الرسم والحواف وتنزل من تقدم الرسم تختار ارسم بالتدريج. بس هنغير اللون دوت عشان بس يبان معانا، نخليه ابيض ماشي، هيكون بالشكل دوت كده. بعدين نخش على الطبقة تاني، التأثيرات، إضافة تأثير، ونبحث عن كسور الحافات، نخش هنا وننزل تحت الآخر هنلاقيه تحت هنا أهو. بعدين نيجي في الأول ونضيف كي فريم، ونيجي في الآخر ونضيف كي فريم تاني ونخليه مثلا 200 على كل ثانية، هنخلي 100. يعني مثلا لو احنا عندنا المربع ده 10 ثواني هنخليه 1000، لو عندنا ثانيتين فهنخليه 200 كده تمام. نخش برضو على التأثير وننزل تحت خالص ونشوف اللونين اللي احنا حابينهم. مثلا انا حابب اعمل ابيض واصفر، هيكون بالشكل دوت. حابب اعمل ابيض واحمر، هيكون بالشكل دوت، الشكل اللي انتوا حابينه. بعدين تيجي تخش على التأثيرات، تضيف التأثير وتضيف تأثير توجه الحواف، تخش على التأثير وتنعيم ديت هتخليها 41 كده ثانية، ايوه كده. وديت هتعلقها على الاخر، وطمس ديت هتخليها 17، واللي تحت الانتشار ديت هتخليها 2، واللون دوت بنخليه ابيض. وهنضيف برضو توجه الحواف تاني. التأثير التاني هنعلي الاتنين اللي فوق دول على الاخر، والطمس ده هنخليها 95، والانتشار ديت 1.5 زي ما هي، واللون هنخليه ابيض. بدنا نجيب تأثير دروب شادو بلس، واحنا عاملين لون احمر فهنجيب لون احمر، نختار دي نخليه لون احمر، ونقلل الرقم ده شوية، نخليه مثلا 50 او 100 كويس. وبس كده، ودي النتيجة. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان تشوف كل جديد، وتنزل تكتب رأيك في الكومنتات تحت. سلام.